أمي وجوزي، والموضوع ما وقفش عند كده، لكن دخلوني معاهم، وده اللي عمري ما كنت أتخيل إنه يحصل. أنا اسمي رحمة، بنت مصرية من اسكندرية، 21 سنة، وسافرت أمريكا علشان أكمل دراستي. سفر، غربة، آه اتحملت كل ده، بس اللي ما كنتش متخيلاه إن حياتي كلها هتتغير بسبب شخص واحد. أول يوم ليا في الجامعة كنت داخلة المحاضرة متأخرة، متلخبطة، ومش عارفة القاعة سين. دخلت أجري ولقيت كرسي فاضي قدام، قعدت وأنا بتنفس بسرعة، ولما رفعت عيني شفته. شاب سعودي اسمه سلمان، ملامحه ثابتة، شكله هادي، وطريقته فيها وقار غريب خلاني أتشد ليه من أول نظرة. أنا أنا اللي عمري ما كنت ارتاح لحد بسرعة، لقيت نفسي ببتسم من غير ما أحس، ومش فاهمة إزاي قلبي لعب اللعبة دي عليا. مع الوقت بقينا نتكلم أكتر، ضحكت معاه، اتكلمنا في كل حاجة، وده خليا بباب محترم وراقي يخوف قبل ما يطمن. كنت دايما بحس حواليا بغربة، بس سلمان كان أول حد أحس معاه إن قلبي رجع يسمع صوت نفسه. كنت كل يوم قبل ما أنام أقول لنفسي: يا رحمة، يمكن ده الإنسان اللي كنتي بتدوري عليه بقالك سنين. اتعلقت بيه، وكنت مستعدة أرجع مصر يوم من الأيام، مش لوحدي لكن كزوجة، ومش بس بنت رجعت من السفر. أنا كنت شايفة قدامي قصة جميلة وبداية جديدة. بس اللي معرفتوش وقتها اللي هحكيهولكوا ده، ومش عايزة أطول عليكوا. أنا وسلمان اتجوزنا، وطبعا أهلي كانوا فرحانين وأهل سلمان كمان، وكان في معاملة وبداية طيبة جدا، وهو الحمد لله كان راجل محترم معايا جدا. أنا نسيت أعرفكوا بأمي، نجلاء عصمت. أمي سيدة عملية جدا، هي اتطلقت وهي صغيرة، ذكية، نشيطة، قوية، بتعتمد على نفسها، بتعرف كويس جدا تستغل الفرص، وكانت على مستوى الأنوثة هي غاية في الجمال، وليها دلال يسحر أي راجل. ومن وأنا صغيرة كنت بسمع من ناس إن أمي بتأثر على أي راجل بأنوثتها. هي ما كانتش محجبة، لكن بتصلي، وكان لبسها لبس سيدات أعمال، أو أقدر أقول لبس المجتمع اللي هي عايشة وسطه. يعني بالنسبة للعامة هي لبسها ملفت جدا، لكن لمجتمعها ما كانش ملفت نهائي، بالعكس كان عادي. وفي مرة أفتكر كان في راجل أعمال أمريكي مسلم جه، وكان محدد إنه جاي رحلة 4 ساعات فقط، لكن لما شاف ماما ودخلت له المكتب أعجب بعبقريتها، وقعد معاها في المكتب أكتر من 9 ساعات، ولغى رحلته وفضل موجود يومين، وفي النهاية وقع معاها مشروع كبير جدا. فهي مش بس أنثى جميلة، لكن سيدة عبقرية. وأعرفكم على سلمان جوزي، هو كان رجل أعمال ذكي وشاب وطموح، وأساساً سعودي الجنسية، وعقليته بسم الله ما شاء الله متفتحة ومتنورة، وكان عايش في بلاد الغرب. ولما اتجوزنا كان عارف وضع أمي وقبله، وما كانش له أي تعليقات عليه نهائياً. بس كل حاجة اختلفت بعد ما اتجوزنا وعشنا أحلى أيام عمرنا. حبيت إني أنزل بلدي، وده لأننا اتجوزنا وقعدنا في الرياض، وحبيت يجي معايا جوزي، وياريتني ما طلبت منه يجي. طبعا والدتي عايشة وحدها في فيلتها، وعندها بواب شغال من زمان، وفي حد بيساعد في الجنينة. وماما كانت متعودة تمشي بحرية شوية، يعني لبسها كان ممكن يبقى قصير أو يكون مش محتشم شوية. طبعا أول ما سلمان دخل وشاف الرجالة الاتنين، واللي سنهم كبير مش صغير، لقيت وشه اتحول، وكان غاضب جدا. ما كنتش فاهمة في إيه. ولما شاف ملابس أمي، واللي كانت ملابس نوم عليها روب قصير، وهي ما كانتش تعرف إننا جايين، واستقبلتنا بلبس كانت لابساه، وده
وشه وملامحه اتغيرت تماما، وحتى نبرة صوته اتحولت، وما استناش حتى ندخل جوه ونرتاح، ولقيته دخل مع أمي في صراع. هو شايف إن ماما كده غلط، وإنها بفعلها وحياتها دي بتعيش في معصية كبرى، لأنها مش ملتزمة وعايشة وسط راجلين ومفيش محرم، ولبسها اللي هو صنفه خارج عن الآداب العامة، وكمان شغلها. ووصف إن شغلها قايم على استثارة الرجال وده السبب في نجاحها. وأمي ما سكتتش، لكن انفجرت في وشه، ووضحت له إن العلاقة اللي بتجمعها بالناس اللي شغالة معاها أرقى إنسانياً من التفكير الجنسي المريض اللي هو بيفكر بيه، وإن هو ملوش أحقية في الحكم عليها دينياً، وإن الدين يدعى له بالحسن ومش بالطريقة الجارحة والمرضية اللي كلمها بيها، وإنه مش هيجي يفرض عليها قيود، وإن الناس اللي بيقول إن علاقتها بيهم حرام دول لو شافوها في يوم عريانة هيجروا عليها يغطوها، وإن الناس دي عايشة هنا من سنين بتردمها، وإن الناس دي تعرف الإنسانية وتعرف الأخوية، وإنها بالنسبة لهم محرمة وعندهم نخوة ورجولة إنهم ما يبصوش عليها لو ساهي عليها مثلا وظهر منها شيء. وكان صراع عنيف ما بين الاتنين، وكل واحد فيهم ممثل للشيء والرأي، وأنا كنت بين القوتين بحاول أتجنب إني أدخل معاهم لحد ما بصلي سلمان وبصوت حازم: رحمة، أنتي في صف جوزك ولا في صف أمك؟ طبعا قلبي وقع في رجلي، ولقيت أمي بتبصلي، هي ما اتكلمتش لكن بصتلي. أنا ما كنتش جزء من اللي بيعملوه سوا، أنا عمري ما كنت أفهم في الصراعات ولا أفهم في كل الدوشة دي. أنا أعرف إني لما بصلي برتاح، وبحب أفتح المصحف وأقرأ في القرآن الكريم من حين للتاني، وبستفتي قلبي وبدعي ربنا يهديني دايما للصالح، ودايما بسعى إني أكون في صلاح وربنا يقويني على الصح. لكن أنا بخاف من النقاشات دي، بخاف من طريقتهم، من إنه كل حد فيهم شايف إنه الصح، وكل حد فيهم عايز يحشي دماغي بأفكار. أنا مرعوبة أصدق حد منهم، ومش عايزة أقول مين الصح ومين الغلط، ومش عارفة أعمل إيه. فضلت خايفة رد، فضلت ببص للاتنين وأنا مش عارفة أقول إيه. وفجأة الحوار تطور بين أمي وجوزي شتم أمي أو قال لها لفظ اعتبرته أمي شتيمة، وهنا بدأت معركة حربية بينهم، ونزلوا لمستوى مش طبيعي ما كنتش متخيلة إنه في كده أصلاً. وفجأة هو قرر يطلقني. أنا كنت في كابوس عايزاه يخلص بأي تمن، ومش عارفة أنا أبقى ضحية مين فيهم، بس حياتي اتدمرت بسببهم هم الاتنين ومش قادرة أسامحهم.